السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة اليومية مع هناء. ازيكم يا أحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة إن شاء الله بالتعاون مع قناة أجدع ستات بيوت. صاحبة القناة إنسانة خلوقة جدا ومحترمة جدا، وقناتها ما شاء الله فيها حاجات كتير جدا هتعجبكم، لأن قناتها منوعة، فيها تنظيف وفيها مشتريات وفيها وصفات وفيها أكلات وفيها حاجات كتير جدا جدا. القناة بتاعتها جميلة جدا، روحوا شوفوا القناة بتاعتها واحكموا بنفسكم. هي عاملة غسيل الفراخ والتخلص من الزفارة وتسويتها بكل سهولة، وعاملة جلاش بحشوة البيتزا، وعاملة أسهل طريقة لتنظيف وتلميع البوتاجاز، وعاملة طريقة حفظ الثوم وتفريزه، وعاملة هدية أولادي ليا في عيد الأم، وعاملة كمان كيكة قدرة قادر، ومشتريات وتنظيف الفرن الكهربائي، وتنظيف وتعقيم رخام المطبخ، وعاملة حاجات كتير جدا، وعاملة ماسكات ووصفات ومأكولات وحاجات جميلة جدا. روحوا شوفوا القناة بتاعتها واحكموا بنفسكم. انا هسيب لكم رابط القناة بتاعتها في صندوق الوصف. روحوا زوروا القناة بتاعتها واشتركوا في قناتها، هي قناتها جميلة جدا صدقوني. في وصفة اليومية مع هنا، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده ان شاء الله مشتريات. آه جبت شوية حاجات كده، فحبيت ان انا اوريها لكم. بما ان انا بوريكم المشتريات اللي بعملها وكده، فحبيت ان انا اشارككم كمان المشتريات دي. وعاوزه اقول لكم ملحوظه كمان، ان الحاجات ديت ما ببقاش شارياها كلها مره واحده. يعني ممكن بشتري حاجه حاجه وبعد كده اكونهم واعملهم فيديو. تمام. انا لما بكون شويه حاجات حلوين كده بعملهم فيديو مشتريات. ده طبعا مش كل الحاجه. انا بالنسبه للاكسسوارات يعني ما بشتريش الحاجات دي كلها مره واحده، لان الحاجات دي بتبقى يعني معظمها بتبقى غاليه. فانا بشتري حاجه حاجه وبعد كده اجمعهم مع بعض. تمام. وبرضو الهدوم جايباها من التخفيضات، هوريها لكم. اول حاجه طبعا هبدا بيها الاكسسوارات. شايفين الكولي ده؟ حلو قوي كده، حلو قوي قوي اهو. ده الشكل بتاعه لما تكون نفسها على طقم حلو كده، بيدي منظر جميل جدا اهو كده. دي جايباه لطقم عندي ملوش رسمه من على الصدر كده، فانا جايبه له حاجه زي كده تدي منظر حلو. ده كان ب25 جنيه، والراجل اداهولنا ب20 جنيه يا جماعه. يعني نزلت منه 5 جنيه. ودي اسوره. دي بقى الشموع، بس حلو قوي. يعني هي يعني هاديه ورقيقه قوي، جميل حتى في اللبس، جميله جدا كده. يعني هادي قوي. ودي ب10 جنيه، يعني لقيتها رخيصة فجبتها، لأنها بصوا رقيقة جدا جدا جدا. تمام. ودي جبت السورة دي، الانسيال قصدي. ده اسمه الانسيال الفرفشة، وده برضو ب10 جنيه. جميل برضو. وينفع برضو خلخال، يعني عشان تبقوا عارفين ان هو ينفع خلخال، يعني يمشي الاتنين حسب ما تختاري انت برضو. انا بحب الحاجات المدندشة. تمام. وجبت كمان خواتم دي، اللي هي العقل كده. حلو قوي. برضه جميل. وجبت ده كمان. شايفين؟ كده جميل قوي. انا بحب الحاجات الهاديه دي اللي هي الفيلتي.
ده هاديين جدا، ده منظرهم. وده دول الواحد ب10. جمال قوي. اللي هما العقل ده دهب صيني على فكرة، دهب صيني بجد يعني جميل. وبرضو الاسودة دي رقيقة جدا، مكتوب عليها لاف، حلوة قوي. ودي شكلها. وده طبعا اسمها برضو السلسلة دي برضو اسمها السلاسل الفرفشة، حلوة جدا. بس دي غالية، يعني مش غالية يعني قوي، بس ب30 جنيه كده. بس ملهاش قلب وكده يعني. اللي هي اسمها ايه، تلاية. انا جايباها سادة كده، وان شاء الله لو لقيت حاجة احلى يعني تلاقي عليها احطها فيها. بس بصراحة لما كنت بجيبها ملقتش حاجة حلوة، فما جبتها سادة كده، ما جبتش لها حاجة خالص. وده دهب صيني اصلي، يعني تركي، حلو جدا. تلبسيها في المية ما يحصلهاش اي حاجة. الدهب الصيني والتركي بيبقى حلو جدا. ده 30. وجبت الشنطة السواري دي جبتها للمناسبات. يكون مثلا في مناسبة، فرح، شبكة، كده يعني. لقيتها يعني رخيصة، مش غالية قوي يعني، فجبتها. ودي كانت ب80 جنيه تقريبا كده يعني، 80 جنيه أو 90 حاجة زي كده، ما مش فاكرة بالظبط. بس حلوة جدا للمناسبات، جميلة قوي. طبعا هنبدأ بقى الملابس. ده برضو عرض التخفيضات من موسم آخر السنة. جبت دي لجوزي، قماشتها قطن، جميلة جدا. وديت ب30 جنيه، مش هتصدقوا. يعني قماشتها والله يعني ناعمة جدا، لو تشوفوها في الكاميرا. حلوة جميلة جدا، جايباها لجوزي للشغل وكده يعني. وكنت جايبة له واحدة زيها تانية، بس دي خفيفة شوية، فسبتها قصدي هو لبس. وده طبعا بنطلون، برضو جميل جدا. والله قماشته جميلة جدا، قماشته قطن حلو. بصوا، مش هتصدقوا السعر اصلا. دي من تخفيضات اخر الموسم على فكرة يعني. قماشته طرية وجميلة قوي. وده كان والله مش هتصدقوا سعره، بصراحة رخيص جدا. ده شكله اهو. صوروا بقى بكام ده، ب27 جنيه والله العظيم، رخيص جدا. فجبته له يبقى يلبسه هنا في الشقة، او يبقى ينزلوا بيه حسب يعني، طبعا ده براحته هو. دي بقى اختي جابتها لي. ده قميص، بس طبعا انا غسلته، لان انا ما بشتري حاجه من طبع ان انا بغسلها. ما بحبش ان انا البسها وهي جديده، لان طبعا يعني بتبقى معروضه للبيع، والناس طبعا بتشوف القماشه وبتشتري. فانا ما بحبش الحاجه بتكون من ايد حد، فاول ما بتيجي انا بغسلها طبعا. اهي، دي شكلها. ودي بقى عشان اختي جايبها لي، فمش عارفه هتبقى بكام. بس دي على ما اظن ب50 جنيه تقريبا يعني. طبعا مش عارفه اقولها لكم كلها كامله. مهم. بس والله في اللبس تحفه. دي شكلها، والله تحفة قوي. ودي كانت المشتريات بتاعت النهاردة. بتمنى تكون عجبتكم يا رب، ومتنسوش بقى في لايك كده، وتشيروا الفيديو مع أصحابكم، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة، في رعاية الله.